السلام عليكم متتبعين قناة وصفات لطيفة، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد ان شاء الله. غادي نوجدو معكم واحد غريبة مغربية بالكوكو السميدة. غندوزو المقادير. عندي كاس ديال العنبة ديال الزيت اللي كيهز 150 غرام، كاس ديال السنيدة حتى هو فحالو كيهز 150 غرام، واحد المعلقة ديال العسل. انا ما عنديش الكوفيتير، اللي عنده الكوفيتير يدير الكوفيتير. قشرة ديال الحامضة محكوكة، 3 البيضات، واحد شويه ديال الملحه، 2 خمارات. عندي 250 غرام ديال السميده تكون ديال البغرير، 250 غرام ديال الكوك، يكون الكوك ميدم، تورك عليه بصبعك يكون يطلق لك الزيت ميدم. غندوزو باش نخلطو المكونات. فعندي بانيو هنايا، ولا فاش نخلط الاناء فاش نخلط. عندي 3 البيضات، قرصه ديال الملحه، معلقه ديال القشور ديال الحامض محكوكين، ومعلقه ديال العسل. ديروا الكوفيتير، اللي عنده الكوفيتير ديال المشماش يدير الكوفيتير ديال المشماش، راس معلقه ديال لاغوم، والسكر سنيده. غادي نخلط البيض مع السكر. غادي نزيد الزيت، ومن بعد الزيت غادي نزيد الكوك، 250 غرام ديال الكوك. الكوك يكون رقيق باش يجي مزيان. وهنا غنزيد 4 ديال السميده، عيني ميزاني حتى نشوف العجين اللي غنحصل عليه. هنا عندي الخماره، هنا دخلت 250 غرام ديال السميده كلها. نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي نشعل الفران، وغنرجع نكور معكم الغريبه ديالي. نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي نشعل الفران، وغنرجع نكور معكم الغريبه ديالي. هنا عندي السكر سبيسيال، يكون سكر ممتاز، نوع ممتاز. غادي نكبو في الطبيسيل. هنا عندي الماء زهر وشويه د الماء، غادي نفزق يديا باش ما تلصقش ليا الحلوه في يديا، وغادي نكورها. بدا كنكور وندير في السكر الثقيل حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. وصافي، وهنا غادي نفندها في السكر الثقيل، وغادي نحطها في اللاطه.
غادي نكمل على هاد الطريقه تنسالي ونرجع لكم. من بعد ما كملت الحلوه ها هي غادي ندخلها دابا للفران. الفران عندي شاعل، غادي نحطها تحت، العافيه تكون فوق منها حتى تشق باش نطلعها للفوق تكمل الطياب ديالها. هنا غادي نقص الفران حيت كانت مجهداه. هنا غندخلها لتحت والعافيه فوق منها. الغريبه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل. هي هذه، هي تحمرت ليا شويه ولكن ماشي مشكل، هي معلكه، كتجي معلكه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وجربوا هذه الغريبه. هانتوما واخا محمره ولكن معلكه، تجي زوينه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، تشجعونا ان شاء الله. السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.